السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد غادي نديرو وصفة تاع بسكوي بدون بيض. اللي يشوفها يقول هادي راها دايرة فيها 10 تاع البيض، ماشي غير مادام دايرة فيها البيض. المهم دروك نبدو بالمقادير اللي راهم عندنا كاس حليب كما راك تشوفوا، مع كاس سكر ماشي مملوء قاع. كاين اللي يبغي الحلاوة كاين اللي ميبغيش حلاوة كيما تبغوا، مع كاس زيت كيما السكر كيما الزيت. هنا عندنا كاس فرينة، وهذاك الزاوج تاني كاس فرينة. عندنا قشور ليمون أو برتقال مع لافاني وقرصة ملح وزوج فرفارة. وغادي نحتاجو تانيك الخل. هنايا غادي نبدو بكاس حليب، نخلطو قاع السوائل في رحبة مع هادوك القشور البرتقال مع السكر ومع الزيت. من موراها نزيدو نضيفو له ملعقة صغيرة من الفانيلا وقرصة ملح. كما قلت لكم هذا بسكوي بدون بيض ويجي شباب ما شاء الله. هنايا ضفت قاع السوائل مع فانيلا وقرصة ملح وبديت نخلط فيها بالفوي مليح حتى يدوب لي كامل هذاك السكر. وبعد ما يدوب لي هذاك السكر زيد ندير موراها كاس فرينة. هي انا درت لي زوج كيسان عاملين، خاطش هذاك الكاس الزوج مانيش معمرته كيما الاول، فمن بعد ضفت ملعقتين كبار، يعني تقريبا تجينا زوج كيسان كما راكم تشوفوا. هي على حسب الفرينة كل وحده وكيفاش تجيها. المهم تزيدي نبداو نديرو كاس الزوج بالتدريج ونشوفوا الا نزيدو ولا ما نزيدوش. وهنايا بعد ما درت فرينة درت فرفارة أو خميرة كيميائية تاع الحلوى. درت زوج مع كأس الأول تاع الفرينة اللي درته، ومن موراها نخلطهم مليح حتى يتجانسوا لي المكونات كما تشوفوا. وهنايا خلط مليح. بعد ما خلط مليح يعني كما راكم تشوفوا هنايا راه خفيف. نزيدو نديرو الفرينة باش يعطينا داك القوام تاع بسكوي اللي نديروه. نزيدو معاه الفرينة كما تشوفوا هنايا، يعني الكاس راه غير مملوء. فمن بعد زدت درت زوج معالق كبار، يعني تقريبا يجي زوج كيسان قد هادوك الكيسان مملوئين. وراها خلطت بشوية. بعد ما خلطت كامل هذوك المكونات كما راكم تشوفوا هنايا عطاني هذا القوام. دوكا تشوفوا كي غادي نطلع كيفاش غادي يجيني القوام تاعه. وانا بغيتوه بالكاكاو ولا زعما تزيدو كيما تبغوا كيما بسكوي من ديروه. وبعد ذلك نجيبو الخل هنايا ونديرو مغرف كبيرة تاع خل كيما راكم تشوفوا هنايا. والخل يعني ما نملؤوش المغرف كاع كبيرة، يعني كيما تشوفوا هنايا كيما هاك، يعني ملعقة كبيرة لكن ماشي مملوءة كاع. نديروها موراها نعاودو نخلطو هادوك المكونات مليح حتى يدخل الخل قاع في هذيك اللي حضرته. نخلطو مليح. وبعد انا درت هنايا جبت البلاط تاعي اللي باغا نديره، درته فاني باش ما يلصقليش. موراها حطيت نص من هذاك اللي حضرته وزدت درت كوفيتين من الداخل يعني باش يجي شباب. ومن بعد كينا زدت الباقي. وهنايا راها طابلنا البسكويت تاعنا وشوفوا كيفاش جاك شغل دايرين فيه شحال بيض، وهي بدون بيض كما راكم تشوفوا هنايا بلا بيض بلا حتى حاجه. وهنايا بديت نزين فيه بالشوكولا. انا التزيين كيما تبغوا، اللي بغى يزين بسكر غلاس، اللي بغى يزين بالشوكولا، اللي بغى يزين بالمكسرات. وانا هنا زدت درت فوقها الكاوكاو من جهة واحدة. وهنايا دخلوا في الثلاجة نخلوه يبرد شوية.
كيما راكم تشوفوا هنايا الطريقة تاع التزيين كيما تبغوا، أنا بانت لي نزينها كيما هاكا، وانتوما يبقى عندكم الاختيار. وهنايا شوفوا كيفاش جا شباب، والبنة روعة ما نحكيلكمش، يعني الرائحة تاعه شحال شابة، المذاق تاعه تاني جا ما شاء الله. كيما تشوفوا هنايا يعني كاين بزاف ناس لي كيميلقوش البيض تجي في خاطرهم بسكوي، يقولك ما كانش البيض ما نديروش صاي، لا قادر نديرو بسكوي بلا بيض ويجي شباب. ما عليا، هنايا غير نقولكم كملت لا فيديو تاعنا. تهلاو في رواحكم، ما تنسوش ديروا جيم وابوني. سلام.